واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مقارنه بين لاعبين اسطورتين مستحيل يتنسوا من كرة القدم خالص. صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو ونجم الارجنتين حاليا ليونيل ميسي. حاليا نبدأ في مقارنة بالأهداف. ميسي سجل 894 هدف في 1133 مباراة، ولكن كريستيانو سجل 953 هدف في 1296 مباراة. ميسي سجل في برشلونة 672 هدف، في باريس سان جيرمان 32 هدف، انتر ميامي 76 هدف، ومنتخب الأرجنتين 114 هدف. أما كريستيانو يونايتد 145 هدف، في فينتوس 101 هدف، والنصر السعودي 109، منتخب البرتغال 143 هدف. ورونالدو يتفوق على ميسي بفرق 59 هدف. كده نقطة راحت لكريستيانو. دلوقتي هتقارن بين السرعة مع كريستيانو رونالدو يمتلك سرعة 32.5 كيلومتر في الساعة، ولكن ميسي يمتلك سرعة 33.5 كيلومتر في الساعة، سرعة خارقة عن الطبيعة. وكده ميسي يفوز بنقطة على كريستيانو. نخش على القوة الجسدية. كريستيانو رونالدو يمتلك قوة جسدية عالية جدا، ده المثال اللاعب المنضبط. ميسي عنده قوة جسدية متوسطة، ولكن قوته الجسدية يعني قوية بالنسبة للاعبين التاني، ولكن انت بتتقارن مع كريستيانو رونالدو. كده نقطة لكريستيانو رونالدو على ميسي. نخش على الأهداف العالية اللي بتلعب بالرأس والدبل كيل، وكريستيانو رونالدو يتفوق على رأسه، ولكن ميسي سجل 24 هدف برأسه. زي ايه أهداف كريستيانو رونالدو؟ ارتقاء ضد نادي سامبدوريا يصل طوله إلى 256 سنتي في عام 2021، والهدف ضد مانشستر يونايتد وصل ل 293 سنتي في 2013، يعني حرفيا طلع فوق المرمى ب 49 سنتي. والارتقاء ضد مرمى ويلز 2016 وصل الى 261 سنتي. والهدف الاسطوري الاكروباتي على بيفون في دوري ابطال اوروبا 2018. وميسي عملش اهداف كتيره، فكده نقطه لكريستيانو رونالدو على ميسي. نخش على المراوغه. اهم حاجه للمهاجم. ليونيل ميسي عنده مهارات مراوغه عاليه جدا جدا، يحب يراوغ المدافعين حتى لو كانش مضطر، يمرقصهم، يتعبهم، يبهدلهم في الملعب. حرفيا ميسي عنده مهارات مراوغه جامده. اما كريستيانو مهاراته مراوغه بسيطه يعني، ومش احسن حاجه، متوسطه. ان هو قاعد في راس الحربة بسبب شوية حاجات كده حصلت حلته مهاراته تبقى وحشة في المراوغة، بس في راس الحربة جبار. كده نقطة لميسي على كريستيانو. يلا بينا نخش مقارنة بين كريستيانو رونالدو وميسي في ركلات الجزاء. ميسي سجل 108 ركلات جزاء من اصل 139، ولكن كريستيانو سجل 149 ركلة جزاء من اصل 178 ركلة جزاء. سجل ميسي 45 ركلة جزاء في برشلونة، و15 ركلة جزاء في الارجنتين، و18 ركلة جزاء في باريس سان جيرمان. اما كريستيانو رونالدو سجل 73 ركلة جزاء في ريال مدريد، 19 ركلة جزاء في مانشستر يونايتد، و14 ركلة جزاء في فينتوس، و3 ركلات جزاء في المنتخب البرتغالي في موسم 2019 و2020. كريستيانو احضر 29 ركلة جزاء، وميسي احضر 31 ضربة جزاء، فكده كريستيانو يفوز على ميسي بنقطة. دلوقتي نقارن بين الجوائز بين اللاعبين كريستيانو وميسي. فاز كريستيانو جوائز فردية وجماعية في مسيرته الكروية. الجوائز الفردية: الكرة الذهبية 5 مرات، وجائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا 4 مرات، والحذاء الذهبي الأوروبي 4 مرات. والجوائز الجماعية: دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الأسباني مرتين، وكأس ملك أسبانيا مرتين، كأس السوبر الأسباني مرتين، وكأس العالم للأندية 4 مرات. دول مش كل الجوائز، بس دول أبرزهم. وبرضه ميسي فاز بجوائز فردية وجماعية زي الكرة الذهبية 8 مرات، وجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات، وجائزة الهداف التاريخي للدوري الاسباني 8 مرات، وجائزة افضل لاعب في الدوري الاسباني 6 مرات، كاس العالم 2022 وكوبا امريكا 2021 والدوري ابطال اوروبا 4 مرات، والدوري الاسباني 10 مرات، وكاس ملك اسبانيا 7 مرات. كده من دون ادنى شك ميسي يفوز على كريستيانو بنقطة. وبس دي مقارنة بين ميسي وكريستيانو، ومين هو الافضل. اكتب لي في الكومنتات مين الافضل بين ميسي وكريستيانو، ويلا بيس.